البشر. نحن هنا يعني نحاول الآن يعني كل ما لدينا نحن نصب على هذا المواطن. لاحظ أنت في التعليم، في الصحة، في كذا في كذا، يعني ما تخلي عليه أي كسر، لأنك أنت إذا أردت فكرة صحح جسمه، إذا أردت عليه التفكير صحح عقله، صحيح. علمه، ثقفه، ارتقيبه، كل هذه الأمور. وأنت هو ما قصدك، أنت قصدك أن هذا الإنسان يبعد. الآن هذيل اللي يخربون في البلدان يعني بيخربون بأي وسيلة، يخربون بهذا الفكر. للأسف للأسف. فإذا كان فكرك أنت سليم، ومن يعطيك أنت أنك يصحح لك هذا الحاكم عنده الوسائل يا أخي. هذه الأموال تخلق المدارس وتخلق جزاك يعني الله أنت خير يا تشوف، طويل العمر. جزاك يعني أنت الله. تشوف أنت الحين تو فاتحين هذه عيادة طب الأسنان. نعم نعم. جزاك الله. توصل إلى البيت يا أختي ويا أخي من كبار السن أنا قصدي، وأي حد معوق أو ما تتحرك، نحن نوصلك إلى بيتك. جزاك الله خير. الحين هذه العيادة الثانية بعد توصل لكل حد عشان ما يقول ما أقدر أروح المستشفى. هذا ما حصل سابقا. جزاك الله خير يا صاحب. يعني هكذا. أنا شو قصدي من هذا كله؟ أنا قصدي من هذين يشهدوا لي يوم القيامة أني اللهم أني بلغت، والحمد لله. نحن شهداء يا صاحب السمو. يعني ما ننتظر شيء في الدنيا، يعلم الله يعني يعطاك الله جاه والناس ترحب بك ويفسحوا لك الطريق وأنا كنت مع السائق والمرافق طالعين من المقبرة، دفن أحد متوفى. أنا قلت كلمة، قلت وغدا ترجعون بنفسكم. قال نعم، تدفنوني وترجعون. للسائق والمرافق. قال لا الشيخ. قلت كيف يعني؟ أنا هالحين حاطين لي الحراسة كلها، بكرة من يحرسني أنا في مقبرة لا عليها سور ولا عليها شيء. عملك الصالح إن شاء الله يا صاحب. مفتوحة سبحان. تلف فيها الهوام والحيوانات والكذا. قلت له وين حراستكم انتم هذه عادي؟ قالوا شفتوا كيف؟ الله يعطيك الصحة والعافية. هكذا. معلم يا صاحب. تعرف هذا شو قلت لهم لاني لن احتاج لكم. قلت لهم رفاقي معي. قلت لهم حراستي معي. الله أكبر. وانا اعمل على ذلك. الله أكبر. انا ادعو كل واحد يتفكر في هذه. انا ادعو كل واحد ياتي الى المقبرة يا اخي، حتى لو ما يعرف هذا الانسان، يا اخي شارك يعني. قال الشيخ بس هاي خلصوا الحين وهناك اثنين، واحد هندي وواحد. قلت نعم، شو الكلام هذا؟ كيف يعني هذا ما بإنسان، هذا مو مسلم؟ كيف أنا أترك؟ يعني خلصت إلى أن ودعتهم وعزيتهم وودعتهم. جزاك الله خير. يبقى هكذا نحن ندعو الناس يا أيها الناس، هذه سنة ولا بد أن تشارك فيها. تشارك في الصلاة، تشارك في حمل الجنازة، تشارك في الدفن، تشارك في التعزية. هذه أربع مراحل يأتيك منها الثواب. جزاك الله خير. يا أخي أنت شو جالس تسوي هاي ساعة؟ شو بتسوي يا أخي؟ ما تملي دفترك من هاي الأمور الخيرة. اسعى يا أخي، اضع بس صلاة الظهر يا أخي، أو صلاة مغرب، أو صلاة عصر يا أخي، وما تأخذ منك وقت. سبحان الله. الحين أنتم يا أخواننا تجلسون أمام التلفزيون تطالعون مسلسل ولا أنتم عارفين كيف الوقت كيف فات. إي والله. يا أخي أنت بس تركب نفسك ذنب ولا ثواب. يا أخي ما تروح تأخذ الثواب. يعني نحن ندعي الناس أن تفكر في نفسها وفي آخرتها، والحمد لله يعني. الحمد لله. ونحن نأتي الآن نشوف يعني العزاء جيد، الناس كلها تأتي، خصوصا الآن لما كانت هذه الخيام والخدمة وغيرها. والله ما قصرت يا صاحب السمو، جزاك الله خير. ونحن نلم الناس الآن، هذه في مجالس صاحب السمو، مجالس الضواحي هذه، نلم الناس للتعارف والتعاون والتآخي ونجدة المظلوم. يقول الإنسان أنا ما يهمني، لا يا أخي يهمك كلمة، يعني الدال على الخير كفاعله. صدق النبي. يعني خير،
فلذلك ندعو الناس يعني نرتقي. ما ننسى نطالع شو سوى داعش يا أخي. طالع بلدك أنت. صحيح. أنا بالأمس أقول لك خذ بلادك في حضنك يا أخي. نعم. شو قصدي أنا في هذا؟ أقول خذ بلادك في حضنك لأن غيرك بياخذها. يعني الحمد لله بلادنا في يدنا. الحمد لله. الحمد لله. بلادنا عندنا في قلوبنا الحمد لله. الحمد لله. ولذلك ندعو الناس إن شاء الله أن يلتفتوا لنفسهم قليلا. اللهم آمين. اللهم آمين. الله يبارك فيك. جزاك الله خير يا صاحب السمو. جزاك الله خير. فيك. مشكور مشكور يا صاحب السمو. الله يبارك فيك. الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيل الشكر لوالدنا ومعلمنا. إن قلت والد فهو والد، وإن قلت معلم فهو معلم، وإن قلت مربي فهو مربي، وإن قلت مؤرخ فهو مؤرخ، وإن قلت عالم فهو عالم.